يا كريم يا غربي، انت فين يا كريم؟ يا كريم يا غربي، انت فين يا قلبي؟ نسور قرطاج ان شاء الله الى كاس العالم مع المغرب ومع مصر، وكل الدنيا هتفرح. كريم يا غربي قولوا له موحى المصري بيقول لك اضحك يا بقي، اتكشخ يا بقي، اي حاجه يا بقي. النهارده تيكا تاكا تربتوكا، 1-0 1-0 1 زلطه قدام غينيا. تقول لي غينيا الاستوائيه. نسور قرطاج بيتحلقوا على المباريات، وهدف ولا اروع بقى محمد علي بن رمضان. اضحك يا بقي. اللعبة والفن والهندسة دي، كل مباراة خطة بشكل بسيناريو جديد. 3 مباريات ب3 فوز. امسك الخشب يا عم، استنى باللي ريقي بشوية مية يا عم التونسي، بالراحة مش كده. قالوا لك ده النهارده تونس بتلعب على امل التعادل. تعادل مين يا عم انت وهو يا عم؟ تعادل مين؟ دول نسور قرطاج النهارده يعني دكه بتلعب، ودكه احتياطيه اقوى من اللي بيلعبوا. حارس مرمى منتخب تونس، عايز اقول لك جالك امان ممش يا عم، هيسندك ما تقلقش. مفيش حاجه اسمها تعصب في منتخب تونس. ده اللي دايما بلاحظه، والله اللي دايما بلاحظه ان منتخب تونس بيلعب عشان خاطر شعار بلده. وده اللي عايز اقوله لكل الجمهور، جمهور الترجي الافريقي، النجم الساحلي، ملعب المنستيري. ده الوطن اللي بيلعب، بل ده شعار البلد اللي بتلعب. دايما نسور قرطاج، دايما منتخب تونس، اي مدرب، اي لعيب، اي حاجه، اي هجوم، اي ضغوطات بتتحط ورا قدام مصلحه المنتخب، قدام مصلحه شعار المنتخب. ده اللي بتكلم فيه بكل كوره، وده اللي شفته النهارده من المدرب ومن اللعيبه ومن الروح. اوعوا تفتكروا ان فريق غينيا النهارده كان ضعيف، لا ابدا. ده فريق قوي، فريق كلنا عارفينه، منتخب قوي، منتخب افريقي، عندهم لياقه بدنيه قويه. غينيا تاريخ كبير، الاستوائيه في بطوله وبطولات كتيره جدا في افريقيا، في كاس العالم، في دايما بتنافس الفرق على صعودها لكاس العالم وغيره. فالنهارده نمسك الخشب، 3 مباريات لمنتخب تونس ب3 فوز ب9 نقاط، ولا اروع ولا احلى. فانا بشكر المدرب منتخب تونس، بشكر كل جمهور تونس المحترم، بلد الشقيقه. واتمنى بلد مصر تتعلم ونتعلم، واتمنى كل المنتخبات العربيه ان شاء الله تبقى موجوده في كاس العالم، لما الجزائر والمغرب وتونس ومصر واي منتخب عربي يبقى موجود في كاس العالم، اضافه لينا احنا العرب. اتمنى من كل الموجودين في اللايف اي هجوم، اي انتقادات، اي حاجه نحطها ورا ظهرنا، وخلونا نشجع المنتخبات، وخلونا نشجع العروبه بجد في كاس العالم، زي ما في الارجنتين، امريكا، زي ما في فرنسا، يبقى في المغرب ومصر وتونس والجزائر والمغرب وكل الفرق العربيه. احنا خاوه، ما تخلوش التعصب او اي حد بيدخل التعصب في الكوره يخلينا ننسى
ان احنا العرب وان احنا واحد. خلونا في كأس العالم نقدم رسالة حب، رسالة أخوة. ولو في أي حد زعلان مني في أي حاجة في يوم من الأيام أو فهم نقطة غلط، فأنا بعتذر لك. بعد الفوز النهاردة منتخب تونس على غينيا 1-0 1-0 1 زلطة، والمسامح كريم وكلنا اخوات. دي كورة مش تعصب. ده كان كلام النهاردة بعد فوز منتخب تونس. عقبال ان شاء الله كل المنتخبات العربية وفريقي مصر. وقولوا الكريم الغربي يا عم كريم يا تونسي، فينك يا عم كريم؟ فينك؟ مش كده؟ عايزك تطلع وتقول تيكا تاكا تربتوكا، اضحك يا بقي. سلام عليكم.